السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا جميعا بخير وفي أفضل أحوالكم. أتمنى لكم كل السعادة وكل الفرح وأن تحققوا كل ما تتمنوه في حياتكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وكذلك لايك وإعجاب لايك أو إعجاب وتعليق، كذلك مشاركة الفيديو حتى تعم الفائدة فضلا وليس أمرا. اليوم غنتكلم لكم على الملك الحسن الثاني، كيفاش كان كيقضي أو كيف كان يحتفل أو يحيي ليلة القدر المباركة. كيف كان يحيي هذه الليلة التي نحتفل بها أو نحتفي بها جميعا، ونتمنى أن نحييها جميعا في أفضل وجه، على أفضل وجه. يعني هذا كما دأب يعني الجميع المسلمين في شتى بقاع العالم يدأبون على إحياء ليلة القدر بالطريقة التي يرونها مناسبة لهم، بالذكر وبالقرآن وبالصلاة وبالدعاء. كذلك كان الملك الحسن الثاني يحتفي بهذه الليلة ويحييها على أتم وجه. الملك الحسن الثاني الله يرحمه كان بالنسبة لي أو بالنسبة للملك محمد السادس حفظه الله، كانوا هذا ليلة القدر كان يحتفي بها أو يحييها بالذكر وبالقرآن وبالصلاة وبالأشياء، يعني بالصلاة وبكل ما يرضي الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة. كان أول حاجة هي أنه كان كيمشي وكيجتمع، يعني الملك الحسن الثاني الله يرحمه كيديروا الصلاة، كيصليو الناس مجموعين في المسجد، كيصليها مع الناس مجموعين. من بعد منها كيصليو التراويح حتى تيكملوها. من بعد منها كيكون تيبدا الإحياء الليلة بالقرآن، بالذكر، بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وبالذكر وبالقرآن الكريم. القرآن الكريم هذه الليلة يعني الناس اللي كينظموها كيحضروا واحد الطفل حافظ لكتاب الله، طفل صغير حافظ لكتاب الله حافظ لكتاب الله كاملا، تيجي وكيمتثل أمام الملك الحسن الثاني ويقرأ بعضا من القرآن الكريم. يعني يقرأ ليست سورة كاملة ولكن بعضا من السورة يرتلها أمام الملك الحسن الثاني. يكون هذا الطفل من النوابغ، من أول اللي كان هو من الأوائل في المسابقة الوطنية ديال القرآن الكريم، وكيجيبوه كيحتفلوا به وكيقرأ قرآن أمام الملك البلاد الملك الحسن الثاني عليه رحمة الله. أقول لكم الآن كذلك نفس الشيء. ومن بعد ما كيسالي كيجي كيسلم على الملك الحسن الثاني ويعطيه ويحصل على هدية رمزية من الملك الحسن الثاني عليه رحمة الله. يعطيه واحد الهدية رمزية لهذا الطفل تشجيعا له على الاستمرار وعلى يعني على كل الأشياء التي عملها، أو على المجهود اللي عملوه باش حفظ القرآن ووصل لهذيك المرتبة. كيكون حاضر الوزير أوقاف والشؤون الإسلامية، هو اللي كيقدم الطفل للتلاوة أو لقراءة القرآن الكريم أمام الملك. من بعد هذا الطفل ياخذ الهدية ديالو وكيمشي. كيجيو الناس اللي حضروا في الدروس الحسنية. هذوك الناس اللي حضروا في الدروس او العلماء، ليسوا الناس، هما علماؤنا اجلاء حضروا في الدروس الحسنيه. كينتدبوا واحد هو اللي كيتكلم بالاسم ديالهم وكيدير واحد الخطاب. هو عباره عن خطاب وفيه حتى نوع من يعني واحد درس ديني صغير، ولكن هو خطاب ودرس ديني في نفس الوقت. وكيتكلم بواحد تيتكلم في الموضوع اللي هو غادي يتكلم فيه. غادي يتكلم في موضوع امام الملك، وكيشكر الملك على الدعوه وعلى الحضور وعلى الضيافه وهذه الاشياء كلها. وكيتكلم بالاسم ديال جميع العلماء اللي حضروا في الدروس الحسنيه. الدروس الحسنيه اللي تنظمات اثناء شهر رمضان. تيجي هذا العالم الجليل كيتكلم حدا الملك
يتكلم حتى يتكلم ويثني ويشكر على الضيافة ويقول يعني، وكيكون في واحد النوع من درس ديني صغير معه هذه الشكر، يعني يقدم شكره ويقدم امتنانه للملك الحسن الثاني رحمه الله، أو كما قلت للملك محمد السادس حفظه الله. بعد ذلك هادوك العلماء كاملين كيتقدموا كيسلموا على الملك، اللي عنده شي كتاب كيهديه ليه، اللي عند الاكثريه كيجيبوا تيكون عندهم كتب تيكونوا هما مؤلفين كتب، لحقاش لانهم علماء تيالفوا تيهديو شي الكتاب للملك، وكيحيدوا كيجيو الاخرين حتى تيكملوا كلهم بالسلام عليه، ويعني كيتقدمون للسلام عليه وشكره على الضيافه. وهذا من بعد ذلك كيكون الإحياء ليلة القدر قد انتهى، وهذا هو